طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في دروسنا. قبل ما ندخل في التغيرات في النسبة المندلية الثانية، إنه لازم نتكلم عن مفهوم الجينات الصنوية أو الأليلية والجينات غير الصنوية أو غير الأليلية. ليه أنا اخترت الإجابة؟ لأن جاتني أسئلة كتيرة جدا: يا أستاذ ما قادرين نفرق بين الجينات الصنوية وغير الصنوية. يعني شنو صنوية يا أستاذ؟ أشرح لنا مفهوم صنوية. الصنوية يعني شنو؟ الفرق بين دي كلها أسئلة. 22 سؤال في مفهوم الجينات الصنوية وغير الصنوية. نحن طبعا في الدرس السابق كان اتكلمنا عن التغيرات في النسبة المندلية الأولى أو التحورات في النسبة المندلية الأولى، اللي هي ناس السيادة غير التامة أو السيادة المشتركة وانعدام السيادة. قبل ما ندخل في التغيرات في النسبة المندلية الثانية اللي هي نسبة 1:3:9، نتكلم عن الجينات الصنوية وغير الصنوية عشان نقدر نفرق بيناتهم. قدامنا ديل جينين، واحد رمزيه A والتاني رمزيه A small. رمزيه A capital جين سائد، والرمز A small معناها جين متنحي. لما نقول جينات اللي هي اللي بنرمز لها بالعلامات الحمراء الموجودة هنا دي، اللي هي دي بنسميها شنو؟ جينات. ده جين وده جين. طيب المستطيل الأخضر الطويل ده عبارة عن كروموسوم. ده كروموسوم، ونحن عرفنا إنه الجين بيحمل بواسطة الكروموسوم، والكروموسوم الواحد ربما يحمل آلاف الجينات المختلفة. طيب الكروموسومين ديل متشابهين تماما، ديل كروموسومات متطابقة ومتشابهة تماما. طيب بالنسبة للجينات، الجين A capital موجود في الكروموسوم السائد، والجين A small موجود في الكروموسوم الثاني. طيب ما دام الكروموسومين متشابهين تماما والجينات موجودات في نفس الموضع، فديل جينات شنو؟ أليلية صنوية. طيب عشان نعرف إنه الجين ده صنوي، الجينين بيكون محمولين في نفس الموضع. لاحظ إنه الجينين محمولين في نفس الموضع في كروموسومين. الكروموسومين يكونوا كروموسومات شنو؟ شقيقة متشابهة، يعني ما واحد كبير وواحد صغير، كروموسومات متشابهة تماما. الاتنين محمولين في نفس الموضع، يعني ده لو ملاحظ في نفس الموضع مقاصد لده تماما. أما لو واحد فوق والتاني مثلا تحت هنا، فدي بتعتبر الجينات غير شنو؟ غير صنوية أو غير أليلية. مثلا واحد رمزيه A capital والتاني رمزيه G، الواحد فوق والتاني تحت، دي الجينات شنو؟ غير صنوية، غير متشابهة، محمولة على الشرط الثاني دي. يعني الشروط الثلاثة دي لو اتوفرت معناه الجينات دي جينات صنوية. الشرط الأول قلنا شنو؟ محمولة في نفس الموضع. الشرط الثاني موجودة على سبغين، ما تكون موجودة على نفس الصبغ، موجودة على سبغين لكن السبغين متشابهين يعني. فمثلا ده كروموسوم A، إذا لقينا تاني كروموسوم آخر موجود في نفس الصبغة هنا، ده يعتبر غير صنوي بالنسبة لإيه الموجود فوق. لازم يكونوا موجودات في سبغين مختلفين. الشرط الثالث السبغين يكونوا مشابهين، زي ما ذكرنا إنه الصبغ واحد إذا بقى كبير وواحد بقى صغير، يبقى دي الكروموسومات في الحالة دي شنو؟ كروموسومات غير أليلية أو غير شنو؟ غير صنوية. يبقى دي 3 شروط اللي هي للكروموسوم عشان نسميه كروموسوم سنوي أو نسميه أليل سنوي. محمولة في نفس الموقع، موجودة على سبغيين، السبغيين ماله متشابهين. ال3 شروط دي اللي اتحققت، يبقى في الحالة دي نعتبر شنو؟ السبغيين صنويين أو أليلين. طيب نشوف مثال آخر. إذا نقلنا نفس المثال ده على الناحية دي، مثلا ده كروموسوم وعنده جين هنا، وده كروموسوم آخر وعنده جين في الناحية التانية. الكروموسومين ديل ده رمزيه A capital وده A small، بيتحكموا في صفة لون الأزهار في نبات البسلة. على اليمين A capital سائد وعلى الشمال A small مدنحي. الكروموسومين ديل هل شقيقين؟ طيب عشان نشوف هل شقيقين أو لا، آه A موجود في الجزء الثالث من الكروموسوم، الجين A موجود في الجزء الثالث من الكروموسوم ومقاصد له تماما A small.
يبقى ده الشرط الأول انطبق إنه موجودات في نفس الموقع. الشرط الثاني هل موجودات في كروموسومين مختلفين الجينين A والجين B، جين A كابيتال و A سمول، هل موجودات في سبقين أو كروموسومين مختلفين؟ نعم موجودات في، ده كروموسوم B كابيتال وده كروموسوم B سمول، فموجودات في شنو؟ موجودات في كروموسومين مختلفين أو سبقين مختلفين. الشرط الثالث هل هم متشابهين؟ طيب طول الجين طول الجين B يساوي لطول الجين بي سمول، فيبقى هنا انطبقت عليهم الشروط الثلاثة، فيبقى دي القليلين شنو؟ متشابهين أو صنويين. دي القليلين يعني صنوية، أو دي القليلات صنوية. طيب لاحظ إذا جبنا صفة تانية اللي هي ده سائد بنفسج لكن رمزيه سي، وهذا أبيض متنحي لكن رمزيه شنو؟ سي سمول، ما دام متنحي بنرمز له بشنو؟ سي سمول. طيب إذا مسكنا الجين سي ده، مسكنا الجين سي وقارناه مع الجين A، هل الجينين ديل صنوية؟ طيب عشان نجاوب صنوية أو لا لازم نرجع لشروطنا الثلاثة. هل موجودات في سبقيين مختلفين؟ نعم موجودات في سبقيين مختلفين. الشرط الأول اتحقق. هل السبقيين ديل متشابهين؟ لا السبقيين غير متشابهين. السبقي ده الفوق كبير شوية والسبقي تحت أصغر منه، فدي السبقيات غير متشابهة. الشرط الثاني اختل. الشرط الثالث هل موجودات في نفس الموقع؟ ده موجود في الجزء الأعلى وده موجود في الجزء الأعلى الأسفل من شنو؟ من الكروموسوم. فيبقى الشرط الثالث برضو شرط شنو؟ اختل، فيبقى دي كروموسومات شنو؟ غير صنوية أو جينات شنو؟ غير أليلية. هذه الجينين جينان غير أليليان أو غير أليليين، ناس العرب بيقولوا شنو ما عارف. فبالتالي دي غير أخوية أو جينات شنو؟ غير أليلية. كذلك المثل بينطبق لسي سمول و A سمول، برضو جينات غير أليلية. لاحظ ده لو مسكتها بتلقاه في الجزء أو في الجزء الثالث من الكروموسوم حقه، أما ده بنلقاه في الجزء الأول من الكروموسوم أو الجزء الأعلى من الكروموسوم حقه. فكده إحنا عرفنا نفرق بين الجينات الصنوية وغير الصنوية أو الجينات الأليلية وغير الأليلية. ودائما إنه الجينات تحمل على الكروموسومات أو السبغيات، يعني كلمة سبغ هي نفسها كلمة كروموسوم، كروموسوم بالإنجليزي وسبغ شنو؟ بالعربي. طيب ندخل في التحولات في النسب المندلية الثانية اللي هي نسبة 1:3:3:9 اللي هو قانون الانعزال. طيب التحولات دي بتشمل تقريبا يعني 8 حالات في جزء خارج العنوان، لكن برضو تعتبر يعني جزء من التحورات اللي هي تبع النسبة المندلية 1:3:3:9. والمقصود بها إنه دي حالات ما بينطبق عليها القانون 1:3:3:9، مع إنه مفروض ينطبق عليها لكن هي شواذ ما بينطبق عليها. وفي بعض المراجع بيسموها دي الوراثة غير المندلية لأن دي خارج قوانين شنو؟ خارج قوانين مندل. طيب الجينات المتكاملة ودي دائما بتكون زوجين من الجينات، دي الحالات طبعا. الجينات المتكررة ودي بتكون زوجين أو أكثر من الجينات. والجينات المتراكمة ودي أكثر من زوجين من الجينات، كمية كبيرة من الجينات. بعد ذلك عندنا الجينات المتعددة والأليلات المتعددة والارتباط والعبور. كم؟ 8 حالات. تحولات في النسبة المندلية 1:3:3 بتشمل 8 حالات: الجينات المتكاملة، الجينات المتكررة، الجينات المتراكمة، الجينات المتعددة والأليلات المتعددة والارتباط والعبور.